تدينا فكرة ماذا قدم العراق. لا حاضر، اسمع يا سيدي. أول كتابة في التاريخ الكتابة المسمارية 3000 سنة قبل الميلاد، العراق. أول زراعة للحبوب، العراق. أول عجلة صنعت في التاريخ، العراق. أول محراث للبذور، العراق. أول مركب شراعي، العراق. أول ري صناعي، العراق. أول من حفظ السجلات التجارية، العراق. أول من استخدم نظام الرياضيات والعد، العراق. أول خدمات مصرفية، العراق. أول من قسم الدائرة إلى 360 درجة، العراق. أول معادلات جبرية، العراق. أول مدن في العالم في حقبة أوروك، العراق. أول إمبراطورية متعددة الأعراق، الإمبراطورية الأكادية 2334 قبل الميلاد وسرجون العظيم، العراق. أقدم مدونة قانونية في التاريخ مدونة أوروكاجينا، العراق. أقدم شريعة في العالم شريعة حمورابي، العراق. أقدم ملحمة في التاريخ ملحمة جلجامش العظيم، العراق. برع العراقيون القدماء في علم الفلك والرياضيات والهندسة في العراق. أول من بنى الحدائق المعلقة، حدائق بابل المعلقة من عجائب الدنيا السبعة التي بناها نبوخذ نصر لحبيبته، العراق. أول نظام صرف صحي في العالم في العراق. أول برج في التاريخ برج بابل في العراق. اختراع الوقت الستيني، هم اللي جسموا الدقيقة ل60 ثانية كده، العراق. أول من صنع الحلي من الذهب بعد أن كانت تصنع من المعادن، السومريين، العراق. أول تسمية للفصول والأشهر، العراق. أول من استخدم سلاح الفرسان وصنع المدرعات، العراق. أول من صنع الزجاج، العراق. أول تلفزيون يدخل في العالم العربي 1954 في العراق. أول باص بدورين، الباص الأحمر ده، العراق. يا خبر أبيض، إيه ده فلاح ده؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ كل ده في العراق، ده في العراق القديم. يعني معنى كده إن في شخصيات عظيمة في العراق أثرت في التاريخ، في شخصيات عظيمة في العراق أثرت في التاريخ. اسمع معايا. سرجون العظيم، العراق. نبوخذ نصر، العراق. شلمنصر الأول، العراق. صلاح الدين الأيوبي، العراق. حمورابي، العراق. أبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد وجعلها حاضرة الدنيا في العراق. هارون الرشيد وإمبراطوريته العظيمة في العراق. الأمين والمأمون وحركة الترجمة التي أخذتها أوروبا عنا في العراق. مكتبة بغداد أكبر مكتبة في العالم وفي التاريخ في العراق. سفيان الثوري، العراق. الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من العراق. الإمام العظيم أحمد بن حنبل من العراق. الإمام الليث بن سعد من العراق. الإمام موسى الكاظم من العراق. زيد بن علي من العراق. أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو وكان وليا على البصرة في العراق. الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض من العراق. الدكتور فاضل السمرائي، العراق. بشار عواد، العراق. عماد الدين خليل، العراق. ماهر سيد الفحلة، العراق. غانم الفدوي، العراق. ابن الهيثم، العراق. يعقوب بن إسحاق الكندي، العراق. محمد الفازاري، العراق. حنين بن إسحاق، العراق. ابن مساويه، العراق. يا خبر أبيض يا فلاح، إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه ده؟ كل ده في العراق. طب أنت عم فلاح شاعر وبتحب الشعر ومنبهر بالشعراء قول لنا، ولا هل في شعراء في العراق؟ يعني شعراء وكتاب وأدباء وحاجات عظيمة كده. حاضر يا سيدي. خد عندك أعظم شاعر في تاريخ البشرية، في تاريخ العالم، في تاريخ التاريخ، المتنبي العظيم، الكوفة، العراق. محمود درويش بكل عظمته، بكل جبروته، بكل عالميته، لما حب يطلق عليه لقب قالوا عليه متنبي العصر. المتنبي ده مش رأيي، ده رأي النقاد وعلماء اللغة أن أعظم شاعر في التاريخ المتنبي. العراق، المتنبي من العراق. العراق
انت لسه شفت حاجة؟ ده عظماء الشعر في العالم في التاريخ العراق. بشار بن برد العراق، أبو نواس العراق، أبو العتاهية العراق، ابن الرومي العراق، دعبل الخزاعي العراق، بدر شاكر السياب العراق، نازك الملائكة العراق. بدر السياب ونازك الملائكة هم اللي عملوا ثورة في الشعر الحديث. أحمد مطر العراق، مظفر النواب العظيم العراق، البياتي العراق، معروف الرصافي العراق، الجواهري العراق. يا خبر، وكأن الشعر ولد في العراق. من المستحيل أن تكون عراقيا ولا تكون شاعرا، ما يمكنش، ما تقدرش. الشعر في العراق كأشجار النخيل. يا الله يا الله يا الله، كل ده في العراق. طب أنا عايز أسألك سؤال يا فلاح، نعم يا سيدي، ليه العراق بيسموه بلد الأنبياء؟ دايما أسمع عن الجملة دي. دي مش بلد الأنبياء بس، العراق دي بلد الأنبياء وبلد الحضارات وأول الحضارات في التاريخ. كيف بلد الأنبياء؟ بس ليه يعني بيسموه، بما إن في أنبياء من فلسطين وأنبياء في مصر وسيدنا موسى كده ومن مصر وسيدنا يوسف ليه بيسموه بلد الأنبياء؟ الله، بيسموه بلد الأنبياء يا سيدي لأن الأنبياء جم منين؟ جم من أبو الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم الخليل اتولد في العراق في بابل، وجم منه كل الأنبياء. لذلك يقول لك العراق هي أرض الأنبياء، هي بلد الأنبياء. ده غير طبعا سيدنا يونس وغير أرميا وغير يعني كثير وكثير وكثير، كل ده في العراق. ويظل الشعب العراقي العظيم الذي دفع أكثر من 1,000,000 شهيد على أرضه يظل صابرا وصامدا، لا ينحني أبدا. العراقي لا يعرف الهزيمة. أن تكون عراقيا معناه أن تكون حمورابي، أن تكون عراقيا معناه أن تكون جلجامش، أن تكون عراقيا معناه أن تكون شلمنصر، أن تكون عراقيا معناه أن تكون نبوخذ نصر، أن تكون عراقيا معناه أن تكون المتنبي، أن تكون عراقيا معناه أن تكون السياب، أن تكون عراقيا معناه أن تكون مظفر النواب، أن تكون عراقيا معناه أن تكون فارسا وشاعرا في نفس الوقت. وقلما تجتمع هاتين الصفتين، أن تكون فارسا وشاعرا. فالعراقي معروف في أي مكان في العالم. العراقي كأشجار النخيل السامقة، دايما رأسه إلى السماء. لما حبيت أعمل ده وأقول هذا هو العراق، ده كل ما أجي أعمل أديلي شهر أنا بعمل في البحث، كل ما أجي أعمل تطلع لي حاجة جديدة، أعمل تطلع لي حاجة جديدة، أعمل تطلع لي حاجة. الله، طب أعمل إيه؟ فقلت لا، أنا لازم أخد نظرة عامة. أنا ما أقدرش أقول لك مثلا صلاح الدين عمل إيه، وما أقدرش أقول لك حمورابي عمل إيه، وما أقدرش أقول لك شلمنصر عمل إيه، وما أقدرش أقول لك نبوخذ نصر عمل إيه، وما أقدرش أشرح لك الحضارة السومرية والحضارة البابلية والفترات بتاعتها. صعب. أنا بديك رؤوس كده، نظرة عامة، وأنت بقى روح ابحث علشان تعرف قيمة العراق وعظمة العراق والشعب العراقي. دلوقتي رجعنا للسؤال الأول يا عم الحاج، اللي هو إيه؟ ليه الشعب العراقي مختلف؟ لأن في جينات بتجري في دم الشعب العراقي، جينات عظيمة. أول الحضارات وأقدم الحضارات وأعظم الحضارات، أول ناس عملوا أول شيء في كل شيء العراق. وتقول العراقي مش مختلف؟ العراقي العظيم، بيت العرب العراق. أن تكون عراقيا فهذه هي هدية السماء. تحياتي إلى الشعب العراقي العظيم. وصلوا هذا الفيديو إلى جميع أنحاء العالم ليعرف العراق، مش العراق يعرف، العراقيين عارفين، ليعرف الجميع ويعرف العرب وتعرف أمريكا من هو العراق العظيم، العراق. وشكرا.